رحل عن عالمنا الفنان مجدي عبد الوهاب في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة العصر اليوم من منزله بالمعادي. يعد الفنان الراحل من الفنانين الذين لم يحظون بشهرة ونجومية كبيرة، إلا إنهم معروفون للجمهور بوجوههم وأدوارهم البارزة. ويعد دوره في مسلسل عائلة الحاج متولي مع النجم نور الشريف الأبرز في مشواره، حيث جسد في العمل شخصية شوقي عدو متولي. الفنان مجدي عبد الوهاب بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية مساعدة. ومن أبرز أعماله في السينما فيلم نزوة مع الفنان أحمد زكي ويسرى وشيرين رضا، وفيلم ولا في النية أبقى فلبينية مع الفنان أحمد آدم وهاني رمزي ووفاء عامر، وفيلم امرأة تحت المراقبة مع الفنانة نبيلة عبيد والفنان فاروق الفيشاوي. كما شارك الفنان الراحل في العديد من المسلسلات، منها قمر سبتمبر مع الفنانة ميرفت أمين، عيش أيامك مع الفنان نور الشريف وعبلة كامل، فجر ليلة صيف مع الفنان الراحل محمود مرسي وجميل راتب، عفاريت السيالة بطولة عبلة كامل وصفية العمري وأحمد الفيشاوي، رياح الغدر بطولة الفنانة ميرفت أمين ومحمود قبيل، الشارد بطولة حسين فهمي، المصروية الجزء الأول، مسك الليل بطولة الفنان عزت العلايلي وندى بسيوني وعلا غانم. كما شارك في بطولة مسلسلات أزهار بطولة الفنانة فيفي عبده، قاتل بلا أجر بطولة الفنان حسين فهمي، البطنية بطولة الفنان صلاح السعدني، قصة حب بطولة جمال سليمان، سمارة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، فورتيجو بطولة الفنانة هند صبري، الإخوة الأعداء بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، أهل اسكندرية. وكانت آخر أعماله الدخول في الممنوع الذي تم عرضه عام 2017.